تزوج ملكة الجن مقابل كنز بقيمة 750 مليون دولار. حرمة يعني صراحة ايش اقول لك، كل ما بحريم الانس فيها جميلة جميلة. يوم دخلت فكيت الباب ودخلت عليها حسيت نفسي انه بيغمى علي، لا شعوريا كذا، حسيت نفسي انه بيغمى علي الين ما مسكت يد الرجال معاي الشيخ، قلت له انا ما اقدر اروح لوحدها. هل سألت يوما إذا زواج الإنس بالجن مشروع ومقبول؟ مقبول؟ لا والله ما سألت. ما سألت؟ لا ما سألت. عندما جهز المشعوذ الغرفة وقال لك تعال سلم على زوجتك، شو رأيت أمامك؟ رأيت امرأة لابسة فستان أبيض نعم. ومسفة حق الصلاة هذا، حضرتني قالت لي أخيرا تقابلنا بعد 20 سنة. كيف صار الزواج يعني؟ صار في معاملات؟ صار في عقد؟ نعم دفعت 5000 ريال. كان في شهود؟ لا ما في شهود. متى تمت ليلة الدخلة؟ بعد 3 شهور من مشي مع النيجيري. كيف كانت هذه الليلة؟ هل كانت مجامعة طبيعية بين رجل وامرأة؟ مجامعة طبيعية نعم، كأني جامعة إنسية. هذا راجل سعودي قال لي واحد نيجيري كاين واحد المشروع غادي يخليك مليونير. قال لي في نيجيري متمكن، قلت له باك تكشف لنا تشوف الوالد عنده جن عنده كنز عنده. كشف كذا وبعدين قال للمترجم قال قول له في مشروع له خليه ينسيه فلوس ابوه حيخليك مليونير. فقلت له ايش المشروع؟ قال لي لازم تاخذ بيت لوحدك. فاستاجرت بيت، فقال لي في ملكه جنيه عاشقتك تتزوجها. قلت له اتزوجها. وقال لي باللي غادي تعطيك كنز كيساوي 750 مليون دولار، ولكن خاصك تعطيها 5000 ريال سعودي قيمه ديال الصداق ديالها. اخذ 5000 ريال من عندي حطها تحت رجلي، صار يتمتم يقول كلام كذا، شويه كذا اختفت الفلوس. قال خلاص قبل النهار اخذوها. بعدها صار يقول لي اشتري لها فستان، اشتري لها ذهب، اشتري لها. صرت اديه فلوس واقول له انت اشتري. اخذ مني حق فستان حق ذهب يمكن حدود 3000 ريال. اخذ مني دواء اسمه سيف الاسلام ب 100000 ريال. فرحت اخذت سيارتين بالاقساط وبعتها وخليت الفلوس عندي، كل ما يطلبني اعطيني. فقال لي لا هم حيعطوك كنز يقدر ب 750 مليون. الكنز قال لي اذا تممت العقد ودخلت على الحرمه اتصل عليك ونروح البحر انا وانت نطلع من اليوم هو موعد الشوفة الشرعية. جاء اول يوم العيد اتصل علي قال لي في مقابله. مقابلة شرعية؟ ايه مقابله شرعيه حتشوفها. قيدوا ماخذ من عندي الحين الى الان وصل 30000 ريال المهر بالله. وقال لك انه ممكن تقابلها اللي هي الشوفة الشرعية في بيته. في البيت ايوه اللي اخذناه. طيب دخلت هذيك اليوم انت؟ دخلت وقال لي فتش البيت شوف اذا في حرمه في شيء. فتشت البيت ما في شيء. طلب مننا قماش كفن، هذا حق الكفن حق الميتين. قال بفرش الغرفه كلها عشان حرمتك طاهره روحانيه ما تحب ريحه نجاسه شيء. بالعلم المكيف جديد كله جديد. فرشنا الغرفه كلها ابيض. قال لي 10 دقائق خليك برا عند الباب، لما انا اقول لك تعال ادخل. اخذ معاه حاجه كذا زي الساعه وصار يتمتم يقول اشياء غريبه ماني عارف انا ايش الكلام اللي بيقوله. من بعد قال له النيجيري راه مراتك راه حامله. هل عادت ميمونة بعد الليلة الأولى؟ عادت مرتين بس عن طريق النيجيري، هو يحضرها وقال لي زوجتك حامل حيجيك ولد. هي من كم سنة؟ من 15 سنه. هل سألت كيف ممكن يكون الطفل بين الجن والإنس؟ كيف ممكن تتوقع؟ لا هو سألني قال لي تبغى ولدك إنسي ولا جني؟ قلت له أبغى إنسي، أبغى الناس يشوفوه. اختفى النيجيري بعدها. والطفل وينه اليوم؟ ما شفته. اليوم كيف تتعامل مع ميمونة؟ هي الآن مخفية، تتعامل معي على أساس إنها مخفية ما أشوفها. لكم آراءكم اش بان لكم في هذه القصه الاخوان؟ واش كتبان لكم قصه حقيقيه او النيجيري ضرب ليه نصب؟